ايه الاخبار يا ناس؟ حلو، عاملين ايه النهارده؟ في فيديو جديد النهارده، ازاي افضل 10 العاب على البي سي ببلاش على ستيم تلعبهم مع اصحابك. تابع معايا ويلا بعد الانترو. اول لعبه معانا يا شباب لعبه براو حاله. اللعبه دي يا شباب من افضل العاب البي في بي 2 دي. اللعبه دي تلعبها مع صاحبك فايتنج وفيها كل حاجه، ضرب تلاقي، بص تتنطط تلاقي كل حاجه تلاقي، وتلعبها مع صاحبك وعلى التليفون وعلى البي سي. اللعبه دي صراحه من احسن العاب اللي انا لعبتها 2 دي في حياتي. يلا بينا نشوف اللعبه اللي بعدها. اللعبه اللي بعدها يا شباب اللعبه التانية لعبه كومباك ماستر. اللعبه دي يا شباب من احلى الالعاب، يعني المجانيه، لعبه مجانيه وتلعب مع صاحبك بي في بي، واخد بالك؟ لعبه صراحه جميله جميله جميله، انك تدخل بي في بي وروماتك ببلاش وكل حاجه ببلاش. وده اول سيزون للعبه على فكره، يعني انت شايف اللعبه من جوه. اللعبه لسه في اول سيزون، ده اول سيزون ليها. صراحه اللعبه ديت اديها كل التقييم الجميل، لعبتها مع اصحابي وطلعت جميله خالص. يلا بينا على اللعبه الثالثه. اللعبه الثالثه يا شباب لعبه ستيمبل جايز، لعبه باتل رويال شبيهه للعبه فول جايز، بس حلوه. هي شبيهه فول جايز بس فيها نفس الحركات فول جايز، وانك تنط، ونفس يعتبر شبيهه للمبات، وفيها اضافات بقى ايه حلوه. اللعبه دي انصحك تجربها. ويلا بينا اللعبه الرابعه معانا يا جماعه لعبه انتر ريند. اللعبه ديت لعبه سرفايفل، لعبه فيها زومبي انك تعيش قيد الحياه، وممكن تلعبها مع اصحابك عادي. لعبه جميله جدا وتعمل بيت عامله شبيهه الماينكرافت، بس فيها زومبي بقى وحاجات، وانك تعيش على قيد الحياه وكده. ويلا بينا على اللعبه الخامسه يا شباب معانا لعبه ماك. اللعبه دي يا شباب شبيه زي اللعبه اللي فاتت، بس ليها اسلوب معين كده، يعني في السرفايفل شبيهه الماينكرافت بس واقعيه شويه، خد بالك؟ هي عامله زي ماينكرافت بس حته عاطيه واقعيه، مش زي اللي فاتت كانت سرفايفل، كانت فيها زومبي كلها في الصبح وليل. بس هي دي كانت عن اللعبه. ويلا بينا على اللعبه اللي بعديها. اللعبه السادسه يا شباب معانا لعبه كراب جيم، لعبه عامله زي مسلسل الكوري سكويد جيم، شبيهه بنفس المستويات ونفس الاشياء. لعبه صراحه جميله، انصحك تلعبها مع اصحابك وفي اللمه، لعبه مضحكه جامده. ويلا بينا على اللعبه اللي بعدها. اللعبه السابعه معانا لعبه فري ستايل 2 ستريت باسكت بول. اللعبه دي باسكت بول، وانصحك تلعبها مع صاحبك، بلاش تلعبها اوفلاين، الاوفلاين بتاعها وحش. اللعبه دي تتلعب مالتي بلاير وتتلعب مع اصحابك. اللعبه دي صراحه جميله جدا لو تلعبها مع حد. الباسكت بول وانك تزنقوا على بعض وكده، وهتاخد الكوره وكده. صراحه اللعبه ديت جميله، ولو عرفت اجيب لكم فيديوهات عنها هتلاقوها في الشاشه. يلا اللعبه اللي بعديها. اللعبه الثامنه يا شباب لعبه يوجي او. اللعبه ديت من لعبه البطاقات المشهوره، تلعبها مع اصحابك. لعبه جميله جدا لو انتوا الاتنين بتفهموا فيها، انصحك تلعبوها. ويلا بينا على اللعبه اللي بعديها. اللعبه التاسعه يا شباب لعبه اي او سوكر. اللعبه دي لعبه كره قدم. اللعبه دي تتلعب مع اصحابك عادي، تلعبها اونلاين اوفلاين. لعبه جميله جدا وانصحك تلعبها. لعبه كوره سيريس بيرسون، وحلاوتها في الشوطه صراحه. لعبه جميله جدا وانصحك تلعبها. يلا بينا على اللعبه التاسعه. اللعبه العاشره، لعبه النهارده العاشره اخر لعبه، درانكن ويرست ليرز 2. اللعبه دي يا شباب لعبه البوكسنج. اللعبه دي جميله جدا وهتعجبك جدا. اخر اللعبه ديت اللي هتعجبك، فيها كميه تلطيش هتلطشوا في بعض، على كميه التلطيش، وعلى بص تلطيش تلاقي، ضحك تلاقي، كل حاجه تلاقي. بص عندك كل حاجه، هتلعبها مع صاحبك 1 و2 و3 و4. بص ما تعدش. سيرفراتها حلوه ومباتها كتير، وفيها بص العجب. بس ده كان نهايه الفيديو يا شباب، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للفيديو،
واشوفك الحلقه الجايه. يلا يا حبيبي ونقوله جود باي.